Hi everybody, I'm very happy to meet you today. As I promised you before, I'm going to help you improve your English, and therefore I'm going to help you today through a placement test to indicate your actual English level. ناس كتير وشباب كتير نفسهم يعرفوا مستواهم الفعلي في الإنجليش، والنهارده إن شاء الله في الفيديو ده هتعرف مستواك في دقايق معدودة إن شاء الله. في البداية عايزك تعرف إن علماء اللغة في أكسفورد وكامبريدج حددوا المستويات على أساس حاجتين، الجرامر والليسنينج، أوكي؟ والإنجليش ليفلز هم 6 مستويات، يعني مش 12 مستوى أو 16 مستوى، هم just 6 levels of English language. ابدأ معايا، ركز معايا في الوقت الجاي ده عشان تعرف مستواك بدقة، بس خليك صادق مع نفسك. المستوى الأول اسمه beginners أو مبتدئين. لو انت ما عرفتش اي كلمه من مقدمتي اللي في الانجليش اللي في البدايه، يبقى انت لسه beginner، يعني محتاج تدرس الانجليش من البدايه. يعني تبدا من الاي بي سيز، beginner level 1. it is يعني مستوى المبتدئين. المستوى الثاني، وعلى فكره كل مستوى شهرين، وكل اسبوع 5 ايام دراسه، كل يوم ساعه ونص السيشن. المستوى الثاني اسمه elementary أو تمهيدي. لو أنت عرفت تجاوب السؤال ده يبقى أنت خلاص وفرت على نفسك شهرين كمان، مش محتاج تدرسهم. السؤال هو Can you tell me the difference between the following 2 sentences? What are you doing? Tell me the difference between these 2 sentences. What are you doing and what do you do? If you can tell me right now the difference between these 2 sentences, you passed level 2, the elementary level. طبعا الفرق بينهم واضح، ولو انت عارفهم خلاص. What do you do? I'm a teacher, I'm a doctor. What are you doing? I'm listening to you, I'm hearing you, I'm dancing, whatever. Okay. المستوى الثالث اسمه pre-intermediate أو pre-intermediate، اللي هو قبل المتوسط. في المستوى الثالث بتتعلم جرامر أكتر. هسألك سؤال محدد، لو عرفته خلاص انت اجتزت المستوى الثالث. بس في المرة دي مش هكتب لك السؤال، اسمعه مني وجاوب بالانجلش. Tell me the difference between the following 2 sentences. I loved her and I have loved her. What is the difference? ان عرفت الإجابة دلوقتي خلاص you passed level 3، أو انت اجتزت بالأسلوب ده أو بالطريقة دي 6 شهور من الدراسة وفرتهم على نفسك. طبعا إجابة السؤال هي إيه؟ هي I loved her is in the past simple. It's something over, finished and done. But when I say I have loved her, it's a present perfect. It is something not over and is related to our present. And it does mean that maybe we have planned to get married. Okay? المستوى الرابع هو مستوى أعلى شوية، وده كل الناس العاديين المفروض يكون عندهم المستوى ده. ممكن يأهلك انك تتعامل بشكل طبيعي لو انت شركتك فيها اجانب او كده. في المستوى الرابع اسمه intermediate. في المستوى الرابع المتعلم او الدارس بيبدأ يعرف يفكر بالانجليش، مش بيفكر بالعربي. خد عندك الفزورة دي، هي كلها عن اللغة، لو عرفتها يبقى انت level 4، انت intermediate level. ممتاز. Once upon a time there was a man driving his car very fast, and next to this man was sitting his son. Because the man was driving very fast, he had an accident. He died, unfortunately. And his son was about to die, so they took the son to the hospital to perform a surgery. But when the doctor came, said, "Oh no, I cannot perform the surgery. This is my son." My question is, who is the doctor? إجابة السؤال ده متوقفة على فهمك للإنجليش وتفكيرك بالإنجليش. أو حاجة تاني، لو النهارده السبت وحبيت تقول لي انا هقابلك الخميس الجاي، هتقولها ازاي بالانجلش؟ هتقول maybe I'm gonna meet you next Thursday الجاي، بس طبعا دي غلط. المفروض تقول I'm gonna meet you this Thursday، لان I'm gonna meet you next Thursday معناها هقابلك الخميس في الاسبوع اللي بعده، وانت غلطت لانك فكرت بالعربي في البدايه. You have to think in English. او ممكن لو حليت الليتر جريد ده it's a letter grid.
each find whatever words you can get from this letter grid. Each word should contain or must contain the central one. يعني طلع لي من الليتر جريد ده 50 كلمة حد أقصى أو 25 كلمة حد أدنى، بس كل كلمة فيها حرف ال H. Okay? This is a letter grid. ده level 4 اسمه intermediate. بعد كده بندخل على المستوى اللي بعده أو المستويين اللي بعدهم اسمهم upper intermediate يعني متميز، وadvanced متقدم. المستويين دول متداخلين، ممكن ندرس أي واحد فيهم قبل التاني، والأفضل فيهم ندرس لك واحد native speaker وهم 4 شهور مع بعض. المستوى الخامس بتتعلم فيه تتكلم عن اللغة نفسها. يعني مثلا لو أنت تعرف الإجابة عن السؤال ده، What is predicate nominative؟ إيه هو predicate nominative؟ تعرف حاجة في الإنجليش اسمها shift of stress؟ تعرف حاجة اسمها vowel reduction؟ كلمة أغسطس مثلا اللي هي معناها شهر أغسطس، هل ينفع تنطقها بأسلوب تاني ويكون لها معنى تاني؟ ده كلام عن اللغة أعمق شوية. كلمة أغسط معناها شهر أغسطس، لكن لو قلتها أوغاست معناها شيء fantastic, amazing. Let's have these sentences. I'm gonna go to Cairo on August. It's August, شهر أغسطس. Wow, the palace is very august. It is amazing and august. This is the difference. لو أنت مش عارف القصص دي اللي هو predicate nominative and shift of stress and vowel reduction in these, you need to study level 5. محتاج تدرس level 5 اسمه upper intermediate، هو شهرين 4 أسابيع كل شهر، وكل يوم 5 محاضرات، كل محاضرة 1 hour and a half. أما المستوى الأخير فبتكون فيه الإنجليش عندك واسع، وبتكون عندك كلمات أكتر وفاهم وتعرف تتكلم عن أي قضية في المجتمع. اسمع مثلا الجملة دي وافهمها كويس وقولها بعد ما أنا أقولها بنفس الأسلوب أو بأسلوب أقل أو أحسن طبعا. The Egypt Anti-Coup and Pro-Democracy Alliance held the military forces responsible for sharing the blood of the Egyptians. أنا قلت إيه؟ أوكي؟ لو عرفت أنا قلت إيه وتعرف تقوله بأسلوبك تاني بأسلوب كويس، يبقى أنت ليفل 6، يبقى أنت ممتاز. طبعا أنا كنت بتكلم عن تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، خبر عنه أو كلام عنه. إن قلته زيي أو أسلوب مختلف أحسن شوية طبعا أو أقل شوية بسيطة، يبقى أنت ليفل 6. أو مثلا افهم الجملة دي عن الحياة بشكل عام. Instead of washing the car, we were playing with one another with the house. So our father yelled, "Stop and cut out the horseplay." What did I say? What is a horseplay? Okay. كده احنا عرفنا المستويات كلها على بعضها from 1 to 6. مفيش حاجة اسمها 16 level، مفيش حاجة اسمها 12 levels، مفيش حاجة اسمها English مكثف، يعني it is wrong thing to say. So we have 6 levels: beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate and advanced levels. حدد المستوى بالظبط وربنا يوفقك ويرزقك العلم إن شاء الله ويسعدكم بيه. السلام عليكم.